طيب احنا عندنا انتجريشن ما بين الكينكس وما بين معظم الحاجات. على سبيل المثال انا عندي الباك نت ده زي ما قلنا من ضمن البروتوكولز بتاعه البي ام اس او المود باص. فانا عندي الجيت واي بتحول ما بين الباك نت وما بين المود باص، الار اس 232 والار اس 485 والدالي والدي اس اي. الحاجات دي كلها دول من ضمن الاندستريال بروتوكولز، يعني من ضمن الحاجات اللي هي السيريال بروتوكول، السيريال اللي موجوده في الاندستريال. يعني احيانا في حاجات بتبقى موجوده، يعني احنا مثلا المود باص من ضمن الحاجات اللي انت نادر ان انت تلاقيها مثلا موجوده عندك في المباني. بس انت ممكن الباك نت من اشهر الحاجات اللي موجوده. المود باص ممكن يكون موجود امتى؟ المود باص اسرع من ضمن من الباك نت. يعني في احيان استشاريين بيقول لك انا عايز مود باص لسيستم التكييف، مش عايز باك نت. ليه؟ لان المود باص بالنسبه له هو اسرع بكتير. المود باص من ضمن حاجات الاندستريال بروتوكولز. يعني احنا لو تذكرنا هنا في البدايه احنا قلت لك ان في اندستريال بروتوكولز وعندنا منها من ضمنها ايه؟ الباك نت. والمود باص كنت كاتبها هنا ولا كنتش كاتبها؟ اه كنت كاتبها هنا. المود باص، فالمود باص اصلا من ضمن الحاجات اللي هي شغاله معاك اندستريال، بس بتقدر تستخدمها ك بيلدينج اوتوميشن. اه لان انت كده كده عندك سيستم التكييف، ولو انت عندك مشروع كبير عايز تعمل انتجريشن وسرعه رهيبه جدا ممكن تستخدم المود باص مش الباك نت. الباك نت اللي انت عايز تتعلمه فيه من باك نت انستيتيوت ويب سايت، تلاقي عليه تقريبا حوالي 3 او 4 كورسات بيتكلموا على الباك نت. يعني كريسترون ده احنا عارفين طبعا ان ده براند. بي في سيستم ده كسيستم لوحده كده، الطاقه الشمسيه. بيبقى ليه جيت واي انا شرحتها قبل كده اللي هي اليسيس سولار جيت واي. الام باص ده اللي هو المترنج باص، اللي هو السيستم اللي بيعمل لي مترنج في ديفايسز كده معينه. حاجه اسمها ام باص، لو كتبت ام باص على جوجل كده يعني هيطلع لك ويب سايت متخصص في موضوع المترنج للاجهزه في المنازل والحاجات دي كلها، الاجهزه بتاعت الطاقه، الالارم، سكيورتي، الساوند والاوديو فيديو. طيب لو انا عايز اعمل سمارت هوم لمنزل، طبعا احنا ذكرنا ان احنا عندنا اناره، تكييف، ستائر. مثلا عايز اربط الاكزوست فانز موجوده عندي، عايز اربط الاوت دور لايتس، عايز اربط مثلا الاريجيشن موجود معايا، عايز مثلا اعمل فويس كوماند، عايز مثلا ان انا ادخل معايا مثلا لايتنج في البولز، عايز ان انا كنترول سيناريوز، عايز ان انا كنترول ثلاجات او ريفريجريتورز، عايز كنترول مثلا ايكويبمنتس او ابلاينسز موجوده مثلا معينه عندي في المنزل. اقدر ان انا اعمل كل حاجه. الفكره كلها ان في الكي ان اكس ان انا بشوف هل اللي انا بعمله ده هل هو اون اوف، هل هو مثلا اب داون، هل هو مثلا سيناريو، هل هو تايمنج معين، هل هو فويس ولا ايه. اه الو. مهندس هيك تمام. هيك طب تمام الصوت مهندس. راح من الاول فين؟ يعني يعني قبل اخر حاجه حضراتكم دقيقتين. سمعتوها ايه؟ قبل قبل دقيقتين. دقيقتين، يعني اول ما دخلت هنا تقريبا، صح؟ ايوه اه. اه. طيب خلينا نتكلم نشرحها تاني سريعا. احنا عندنا في السمارت هوم لما باجي ان انا اخش مثلا على مشروع سمارت هوم عايز اعمل ايه، بشوف ايه الايكويبمنتس اللي موجوده عندي كلايتنج، كاوتدور مثلا لايتس، كشاترز، كهيترز، مثلا عايز اتحكم في سويمنج بولز، عايز اعمل سيناريوز معينه، عايز اشغل حاجات بتايمر معين. مثلا عايز ان انا اعمل كنترول في الاي سي، سواء مثلا الاي سي ده بايا كان النوع اللي موجود فيه. مثلا عندي اندر فلور هيتنج، او عندي مثلا اي سي عادي، تكييفات سبليت او كونسيلد او فان كول يونت، يعني الحاجات دي كلها. عايز اركب تاتش سكرينز، عايز اركب كيبادز، الحاجات دي كلها. طيب فانا برجع مثلا اشوف ان المشروع اللي موجود معايا، لو انا مثلا عندي هيترز مثلا على سبيل المثال، فخلاص انا الهيتر دي عارف ان هي اون اوف. بس الهيتر عشان اللي هي السخانات، يعني عشان لما باجي اربطها السويتش اكتويتر عندي بيشيل لحد 16 امبير. الهيتر ممكن ما تكونش 16 امبير، ممكن توصل معايا 32 امبير وحاجات زي كده. فممكن دي اربطها عن طريق ريلاي او عن طريق كونتاكتور. اجيب ريلو كونتاكتور واوصل اطراف الريلي والكونتاكتور على السويتش اكتويتور، ومن السويتش اكتويتور ابدا ان انا ايه اتحكم اون اوف، ويتحكم في الريلاي وفي الكونتاكتور. يعني اشوف السيناريوز اللي موجوده عندي، الاناره اون اوف تلقائي اربطها، الديمنج اللي موجود عندي بايا كان النوع اللي موجود بتاعه، الاوت دور لايتس اربطها معايا، الشاترز. اقدر ان انا اعمل سيناريوز كامله موجوده عندي في المنزل يعني. طيب
لو انا عندي مشروع سمارت هوم، ايه هي المراحل اللي بيعدي بيها المشروع؟ اول حاجه احنا لازم اشوف الفاينل دروينج كالكتريكال وكميكانيكال وكمعماريا او اركتكشر يعني. ليه الفكره كلها ممكن يكون مش موجود عندك المعماري، ولا ممكن يكون موجود عندك الميكانيكال، بس اهم حاجه لازم يكون موجود عندك الالكتريكال. ليه؟ لان الالكتريكال لو موجود عندك هتعرف نمبر اوف سيركتس للمكان اللي موجود عندك، في كام دايره اون اوف، في كام دايره ديمنج، في مثلا اللودز التوتال سيركتس اللي موجوده عندك قد ايه. طيب الميكانيكال بستفيد منها في ايه؟ بستفيد لو انا عندي بارت نمبرز موجوده للاي سي كاندور يونتس موجوده عندي، فممكن تبقى مذكوره عندي في فايل الميكانيكال. فمن فايل الميكانيكال اعرف الاي سي. لو مش موجوده بنتظر في المشروع لحد المرحله النهائيه واشوف هل العميل تعاقد على اي نوع، بناء على كده ببدا ان انا اجيب له الجيت واي الخاصه بيه. المعماري عشان طبعا انا مثلا فكره ان انا استخدم كيبات، فكره ان انا استخدم تاتش سكرين، ترجع للمكان ده هيبقى استخدامه ايه. يعني انا مثلا عندي مكان هيبقى فيه قاعه احتفالات، او مثلا عندي مثلا صاله كبيره او ريسبشن كبير. المكان ده هبقى عامل فيه قاعه احتفالات، فمش هاجي احط كيبات يعني مش هيبقى شكلها حلو. لا انا ممكن احط فيها تاتش سكرين. تاتش سكرين دي اعمل فيها اكتر من سيناريو، شغل حاجات معينه مع بعضيها، افصل حاجات معينه مع بعضيها، ابدا اعمل حاجه لوكسجري كده شويه. طب لو انا مثلا عندي بيدروم صغيره، ممكن البيدروم صغيره دي استخدم فيها كيبات. فطبعا ده بيبان عندنا في اللي هو الفرش المعماري او المخططات المعماريه اللي بتبقى موجوده عندي في المشروع. عندي مثلا ريسبشن، هبدا ان انا استخدم مثلا في ريسبشن خلاص اللي هو فاميلي هول او حاجه زي كده. ممكن ابدا اعمل فيها تاتش سكرين، لان هي ممكن يكون الفاميلي هول دي جنب الباب الرئيسي، من خلال الشاشه دي ابدا ان انا اعمل عليها كل حاجه موجوده في المنزل، اقسمها بيجز او اقسمها فانكشنز. مثلا ده هنا اللايتنج، هنا الاي سي، هنا مثلا السي سي تي في كاميرا او سي سي تي في سيستم، او ممكن مثلا اقسمها بير روم او بير اريا. ادم مثلا والله دي الروم الاولانيه هنا، الروم الثانيه، الروم الثالثه، الهول، الريسبشن، الحاجات دي كلها. فدي فكره ان انا يبقى سهل جدا اللي موجود عندي الاي تي اس، او فكره ان انا يبقى عندي البرمجه اقدر ان انا العب فيها، اقدر ان انا اعمل كل حاجه من الحاجات دي كلها، خاصه انا مش هبقى مربوط بالفيزيكال وايرنج. فانا لازم يكون موجود عندي الالكتريكال ثم الميكانيكال ثم المعماري. اهم حاجتين الالكتريكال والمعماري. طيب لو انا ما عنديش الكتريكال ولا المعماري، هبدا ان انا اشتغل على قصدي اسف، لو ما عنديش الالكتريكال والميكانيكال هبدا ان انا اشتغل على المعماري. بس في الحاله دي بترجع لخبره المهندس اللي بيسعر المشروع او البري سيلز اللي موجود. لان ساعتها انا في الحاله دي هبدا ان انا اشتغل. والله انا عارف مثلا هنا ان مثلا دول مثلا زي مصر ما فيش فيها مثلا ريفلكتد سيلينج غير مثلا قليل. فانا عارف ان خلاص الاضاءه مثلا مش هيكون عندي فيه كوف لايتس، مش هيكون عندي اللي هي الاناره المخفيه، مش هيكون مثلا عندي فيه مثلا سوريات كتير حاجه زي كده، على عكس مثلا حاجه مثلا زي دول الخليج معظمها بيبقى فيها مثلا ريفلكتد سيلينج او اللي هو السقف الساقط. ليه؟ لان السقف الساقط معظم التكييفات والحاجات دي كلها منداتوري في دول الخليج، على عكس مثلا دوله زي مصر مش شرط ان كل المنازل تبقى فيها تكييفات، ومش شرط ان كل المنازل يكون فيها كونسيلد. ممكن معظم المنازل مثلا لو فيها تكييفات تكون موجوده تكييفات سبليت، فساعتها خلاص عندي اي ار، فمش هحتاج ان انا مثلا ممكن اكون موجود عندي ريفلكتد سيلينج فكده يعني. ففي الحاله دي خلاص ترجع لخبره الشخص اللي بيستعمل المشروع، عارف ان مثلا والله انا هنا عندي المخطط المعماري ده عندي مثلا هنا في عدد معين من السيركتس، عندي مثلا هنا في خلاص هاسيوم عدد معين وهعمل حسابي في مثلا 10% سبير. طيب بعد كده بعد ما ادخل المخططات دي بشوف احتياجات العميل. العميل محتاج ايه؟ ما انا طبعا مش هقدر اقول للعميل والله خد واحد اتنين تلاته، يعني مثلا انا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا. ممكن العميل يفتح لك الباب ان انت تقترح عليه، ممكن عادي طبيعي جدا، وساعتها انت تقدر تقترح عليه كل اللي موجود عندك وتقدر تشوف هو محتاج ايه من ضمنهم يعني. بس في الاول في الاخر البي او كيو بتاعتك والديزاين هيرجع لاحتياجات العميل. طبعا ممكن تحتاج ان انت تعمل سايت فيزيت بعد ما تشوف احتياجات العميل في الفيرست ميتنج، تحتاج سكند ميتنج في السايت فيزيت، خاصه لو السايت كان بدأ في مرحله اللي هو خلاص بقى الكابلات والتمديدات وبدأ خلاص في مرحله ايه كهرباء بدأت يعني. بعد كده هتبدأ ان انت تحضر عندك البي كيو والديزاين. طبعا انت البي كيو بتبدأ عندك تشوف كل مكان هيبقى فيه كام سيركتس، هيبقى فيه كام اي سي، هيبقى فيه مثلا كام موتورز. سواء بقى احنا مثلا هنا اتكلمنا على الموتورز الموجوده عندنا، مثلا احنا قلنا في نوعين، في بلايند وفي شاتر. والبلايند ده انا مثلا او كيرتن وبلايند وشاتر دول ثلاث انواع. انا مش هتفرق معايا المسميات على قد ما هتفرق معايا هم كام موتور موجودين.
يعني أنا مثلًا على سبيل المثال أنا عندي مثلًا الستاير بتبقى في طبقتين، طيب هل كل ستاير في المنزل هتبقى فيها طبقتين، والّا هل كل مثلًا الأماكن في المنزل هيبقى فيها shutters والّا هل إيه بالضبط؟ فاللي هيفرق معايا عدد الmotors per area، ده اللي هيفرق معايا لإن ده اللي هيحدد عندي الdesign والPOQ بعد كده. الdesign إحنا ممكن نعمله عن طريق Excel sheet، ممكن نقدر نعمله عن طريق AutoCAD. في طبعًا أكتر من حد بيتكلم على أكتر من حاجة يعني. أنا في البداية بافضّل إن أنا أعمله على Excel sheet بحيث إن هو سهل في الdesign وسهل إن أنا أرجع revise سريعًا جدًا عشان ما يعملش معايا تضييع وقت، وأقدر آخد عليه comments وأرجع أعملها وخلاص أطلّع final design مرّة واحدة AutoCAD. آخد الcomments بتاعتي لو أنا مثلًا قعدت مع العميل وطلّعت له الPOQ والdesign، آخد الcomments بتاعتي بعد كده أرجع update الPOQ والdesign. بعد كده خلاص خدت المشروع أو معايا المشروع، فابدأ إن أنا أعمل implementation في الsite، تمديدات الكابلات والحاجات دي كلها. بعد كده اخش في مرحله الترمينيشن والتستنج والكوميشن، وبعد كده اعمل هاند اوفر. ده مثلا ضمن اللينك ده بيتكلم على مشاريع موجوده على موقع الكيميكس اسوسيشن. يعني ده واحد من ضمن المشاريع. يعني هو مثلا ده هنا مشروع ريزيدنشال من سنه 2016. مساحه المشروع كانت 100 متر مربع. لو انت جيت بصيت على مثلا هنا البروجكتس، خلينا اشوف مثلا اشيل لك الجزئيه دي كلها كده. خلينا نشوف البروجكتس الموجودة في الكي ان اكس. هتلاقي في أكتر من تايب، في ريزيدنشال، في ابارتمنتس كشقق، فاميلي هاوس منزل عائلي أو فيلا أو أيا كان الأذرز. الكوميرشال عندي فيه هوتيلز، في ايربورت، في اوفيس بيلدينج. كل حاجة بقى من دول بيبقى ليها خبرة في طبيعة الشغل. فخلينا نرجع بس البي دي اف اللي احنا كنا فيه وكده. خليني أوريك برضه حاجة هنا من ضمن التفاصيل بتاعة المشروع. هنا برضه بيقول لك المعايير اللي متحققه. مثلا هنا الانوفيشن بتاع المشروع 37%. 37% دي ترجع لايه بقى؟ ان انا عندي مثلا ايه انرجي افشنسي محسوبه ازاي، عندي الانوفيشن، عندي الايزي اوف يوز، عندي الابلكيشنز الموجوده هنا لايتنج واتش فاك بالكامل، بلايند وشاترز كنترول واوبريتنج فيجواليزيشن. يعني انا عندي شاشات واوتوميشن ريموت اكسس، يعني بقى انا عندي سيرفر بقدر اتحكم. ده الشركه اللي منفذه المشروع، وده الويب سايتس بتاعهم. وده برضو ايه الكاستمر ديسكريبشن مشروع. يعني هنا مثلا انا كل حاجه من دول مستخدمها عندي هتلاقيها جرين لايتس كده او جرين هايلايتد كده، وحاجه انا مثلا مش مستخدمها خلاص. يعني هنا مثلا ده السكيورتي والسيفتي، فمش مش جرين عندي، يبقى انا هنا مش مستخدمه، او هو مش مستخدم في المشروع يعني.